النهارده هنفرز صلصه طماطم بكل اسرارها وبتركايه حلوه. انا النهارده جايباها بسعر مناسب، وهو ده الوقت المناسب لتفريز الطماطم. صلصه لذيذه، ولما تيجوا تنقوا الطماطم للصلصه لازم تكون حمراء ومستويه. انا عندي 5 كيلو من الطماطم، بدات شطفتهم شويه تحت الحوض، وبعد كده بدات اقطعهم من تبداي تقطعيهم لقطعتين او 4 قطع زي ما تحبوا. اهم حاجه تكون لا هي كبيره ولا هي صغيره، وتبداوا تحطوها في حله كبيره، وهنخلص الكميه اللي معانا كلها ونبدا نغطي عليها ونهدي عليه. اول ما تبدا تفور معانا كده وتغلي بنهدي عليها النار. تقدروا كمان تزودوا لها قطعه من البنجر، او نص كيلو من الفلفل الاحمر اللي هو مش حراق ده. بس هنا الطماطم حمراء ومش محتاجه لا الفلفل الاحمر ولا محتاجه البنجر، فلو الطماطم عندكم لونها فاتح ولا حاجه وعايزين تزودوا الحمار اللي فيها تبداوا تضيفوا لها قطعه من البنجر وتستوي معاها عادي. وبعد كده بنضربها في الخلاط، او فلفل الاحمر اللي هو البارد اللي هو مش حراق. فالخطوه دي اختياريه، فانا مش ضايفه عليها اي حاجه خالص. انا الطماطم عندي حمراء ومش محتاجه اي حاجه، فدي للطماطم اللي ما بتكونش حمراء. بعد كده استوت وسيبناها لما تبرد، بنبدا نفرمها في الخلاط، وبعد كده بنصفيها. ممكن عامه لو انتوا حابين تعملوا محشي ولا حاجه مش محتاجين تصفوها، اما انا عندي كميه كبيره فاضطريت ان انا اصفيها برضو استخدمها في كل حاجه يعني. اما لو انا بعمل محشي ولا حاجه مش مضطره ان انا اصفيها. اما لو بعمل اي نوع خضار، مكرونه، اي حاجه، فانا صفيتها وبتكون جاهزه عندي في التلاجة وكده، وهبدا او تغلي تستوي معايا. بعد ما ضربتها في الخلاط هبدا احطها تاني على النار. بعد كده ما بتبدا تخس كده وتبدا تتقل، ببدا اسيبها تبرد، اطفي عليها النار وتبرد، واحطها في اكياس. واهم حاجه الاكياس مش تكون كبيره على قد الطبخه بتاعتك وكده. بتبداي بقى تحطيها بكميات صغيره ونقسمها في كام كيس كده على مقدار الطبخه بتاعتنا. وانا ما بحبش اكبر الاكياس ولا حاجه، على مقدار الطبخه بتاعتي. ولازم الكيس يكون مش تخين عشان اعرف اطلعه براحتي كده وبكل سهوله من الفريزر اول ما بيتجمد. وما يكون مش تخين ولا حاجه ويكون سمكه رفيع، بتبداي تكسريه بسكينه بيطلع معاكي بكل سهوله، او تقطعوا الكيس بمقص والسكينه ويطلع معانا بكل سهوله. احنا كده عملنا الصلصه وصفيناها وسويناها، سيبنا شويه كده عشان نعمل بهم طبق قلقاس كلنا متعودين عليه بالسلق. انا النهارده هعمله بالصلصه، هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. القلقاس بالصلصه اللي هو الصلصه الحمراء، سيبنا شويه من الصلصه اللي احنا عاملينها شويه صغيرين كده، وهنبدا نقشر في القلقاس. اول ما نقشره نمسحه بمناديل مطبخ عشان يطلع معانا اي حاجه على القلقاس من بره نبدا نطلعه. انا مش بغسله، انا من الناس اللي مش بتغسل القلقاس. في ناس كتير بتغسله وفي ناس ما بتغسلوه. الطريقتين عادي، بس لو حابين تغسلوه عصرة ليمونة تحت مية سخنة جدا وتبدأوا تغسلوه وتصفوه، وبعد كده بتحطوه في شوربة مغلية كده. وتبدأوا لو حابين تعملوه بالسلق اللي هو الأخضر، اللون الأخضر عادي. لو حابين تعملوه بالصلصة، أنا هنا أعمله بالصلصة. بس بدأت أقطعه مكعبات معاكم ونشفته بالمناديل ودخلته في كيس ودخلته في الفريزر. بعد كده حبيت إن أنا أعمل طبق بالصلصة اللي أنا عاملاها معاكم كده، فطلعت الكيس من الفريزر نزلته في شوربة مغلية على طول. بدأ يغلي معانا من 15 ل 20 دقيقة، يعني تلت ساعة. وبعد كده بدأت أعمل الصلصة بتاعته. توم من فصين توم من اللي هم المفرومين او المهروسين صغير، على بصلايه متقطعه صغير. وبعد كده بيتبلوا في شويه زيت وبحط عليهم الصلصه. وبعد كده بتكون الشوربه غلت مثلا تلت ساعه، ببدا اضيف الصلصه والبهارات، معلقه من 7 بهارات، الفلفل الاسود، الملح، الكمون. ويبداوا يغلوا، بيبدا يتقلب معانا كده ويغلي معانا بكل سهوله. بعد كده بياخد نص ساعة في الصلصة، بيبدأ يستوي. تقدروا تقدموه مع رز أبيض أو رز بشعرية كمان. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة واعملوا شير ولايك للفيديو.